مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها موقف المسلمين في إثيوبيا من القتال الذي يدور الآن بين حكومة أبي أحمد والتي تمثل في الأساس عرق الأمهرة أو إقليم الأمهرة، وبين حكومة إقليم التيجراي. هل المسلمين يجب أن يساندوا إقليم تيجراي ولا يساندوا إقليم أمهرة أم يقفوا على الحياد؟ تعالوا نبدأ ونرى. أولا، هذه خريطة إثيوبيا. إثيوبيا كما نلاحظ هنا هي عبارة عن 11 مقاطعة أو 11 إقليم حكم ذاتي. في إقليم اسمه العفر، دول مسلمين ومن العرب، وفي إقليم الصومال أيضا من المسلمين، وفي إقليم اسمه ديرا داوا، هذا الإقليم أيضا مسلمين، وهراري ودي كانت مملكة إسلامية أيضا من المسلمين، وأيضا في إقليم الأورومو. وشوف إقليم الأورومو كبير جدا وغالبيات سكانه من المسلمين، يعني هم يعتبروا الكتلة الرئيسية في المسلمين اللي هم الأورومو. وأبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي أبوه من الأورومو، من مسلمي الأورومو، لكن أمه من المسيحيين الأمهرة. هنجد هنا أيضا بني شنقول، دي قبيلة عربية مسلمة اللي هي مبني على أرضها سد النهضة، وهي عارضة السد ولكن جرى طردهم وقتلهم وتشريدهم يعني. هنا إقليم الأمهرة اللي هو يعرف باسم الحبشة، لأن إثيوبيا بالأساس هي إقليم الأمهرة وأخذت تتوسع وتحتل ما حولها، فضمت كل هذه المناطق، يعني ضمت كل هذا. يعني تصور هذا يعني إيه؟ تقدر تقول الأمهرة هذا يعني أشبه بدولة بريطانيا كده أو دولة فرنسا، بدأت تحتل الأراضي المحيطة بها فضمت كل هذا. في هنا إقليم اسمه الأمم الجنوبية، وده فيه مسيحيين ووثنيين وكذا. وفي هنا إقليم اسمه جامبلا. الإقليم اللي معاه الحرب اللي هو إقليم تيجراي، عدد سكانه 5 ملايين، غالبيتهم من المسيحيين، يعني تقول 4 ملايين ونصف مسيحي. في 20% أو 10% من إقليم تيجراي مسلمين، ومن الأمهرة فيهم نحو 20% من المسلمين. لدينا مدن ذات طابع خاص، يعني أديس أبابا مدينة ذات طابع خاص، وهراري ذات طابع خاص. طيب الحكم، من يحكم إثيوبيا؟ طوال التاريخ الإثيوبي من يحكم إقليم الأمهرة، يعتبر حكم ديني، يعني الكنيسة الأرثوذكسية الأمهرية هي التي تحكم البلد. يعني غير مسموح، لم يحدث في تاريخ إثيوبيا كله إن في واحد مثلا من مسلمي الأمهرة حكم، ولم يحدث إن واحد مثلا من الصوماليين مسلمي الصومال أو واحد من مسلمي العفر، لم يحدث أبدا، ولا من بني شنقول. فهي يعني هي المسألة إنه في عرق الأمهرة بيحكم الكل. الذي جرى يعني بعد سقوط الحكم الشيوعي عام 1991 إن إقليم تيجراي هذا قاد قوات عسكرية ودخل العاصمة أديس أبابا وسيطر على الحكم. وبعدها يعني من أشهر الناس اللي حكمت من التيجراي اللي هو ميلي زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، وفي عهده بدأ يعطي المسلمين حرية دينية. ثم توفى، وبعدين جاء ديسالين، وبعدين قامت مظاهرات ضد ديسالين لأنه إقليم تيجراي أيضا سيطر على الحكم لنفسه، يعني أصبح عرق التيجراي هو الذي يحكم الجيش الإثيوبي. الآن أبي أحمد اللي أمه من الأمهرة عاد للحكم وعاد معه الأمهرة. يعني انتبهوا، لم يجري انتخاب أبي أحمد أبدا. الشعب الإثيوبي لم يسمح للشعب الإثيوبي على الإطلاق. يعني مثلا هل الصوماليين سمح لهم بالمشاركة في انتخابات؟ أبدا. ولا العفر ولا هراري ولا الأورومو ولا الأمم الجنوبية ولا بني شنقول ولا حتى الأمهرة، يعني حتى الأمهرة لم ينتخبوا أبي أحمد، إنما جرى تفاهمات وراء الستار مع الأمريكان، وبموجب هذه التفاهمات تم تنصيب حكومة أبي أحمد بدون أي انتخابات تحت مسمى التوافق الوطني، نفس الفيلم الذي يجري في ليبيا واليمن ومصر وهكذا. طيب إذا الحرب الآن أو هذه جهة الحكم في إثيوبيا الآن من هم؟ الأمهرة. الجيش الإثيوبي ضباطه الغالبية الساحقة منين؟ من الأمهرة. المخابرات منين؟ من الأمهرة. العمود الفقري للحكم في البلد فين؟ من الأمهرة. طيب والأمهرة كي تحكم يدها على الحكم بدأت تعتقل القيادات الأورومو اللي هم المسلمين وتضعهم في السجن. أبرز هؤلاء من؟ جوهر محمد، ده زعيم مسلم علماني وزوجته مسيحية ولكن هو من الأمهرة، هو الآن في السجن.
وغيره. أيضا النخب الحاكمة في التجراي سواء في الجيش أو الشرطة، رغم أن التجراي مسيحيين أيضا، ولكن أيضا حكومة الأمهرة قامت باعتقالهم ووضعهم في السجون. فإذا نستطيع نقول أن الحرب التي تدور هي حرب من يحكم إثيوبيا، هل يحكمها الأمهرة أم يحكمها التجراي؟ غالبية جنود الجيش الإثيوبي العساكر هم من المسلمين، بالضبط مثل جيش بشار الأسد. جيش بشار الأسد الضباط منين؟ من الطائفة النصيرية، لكن الجنود من المسلمين السنة. هو الوضع نفس الموضوع، فأنت عندك غالبية الجيش الإثيوبي من الضباط من الأمهرة والقيادات من الأمهرة، وبعدين العساكر والجنود من باقي العرقيات الموجودة في إثيوبيا. طيب هنا ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن يتخذه المسلمون؟ موقف المسلمين حاسم، لأن العساكر من المسلمين، فإذا انضم المسلمون إلى تجراي سوف ينتصر إقليم تجراي، وإذا انضم المسلمون إلى الأمهرة سوف ينتصر إقليم الأمهرة. طب إذا انضم المسلمون إلى إقليم الأمهرة وانتصر إقليم الأمهرة وأصبح هو الذي يحكم، يعني قضى على التجراي، ماذا سيحدث؟ هيبدأ إقليم الأمهرة يعني بعد ذلك ينتقل إلى الأورومو وإلى الصومال وإلى العافر ويحكم سيطرته. هو حكم سيطرته بالفعل يعني، لكن سيحكمها أكثر من ذلك، ممكن يلغي الحكم الذاتي ويلغي اللغات المحلية إلى آخر ما هنالك. فبالتالي اليوم الهدف هو القضاء على التجراي، غدا هيكون الهدف هو القضاء على الأورومو والعافر والصومال، يعني كل واحدة. طيب إذا المسلمون انضموا إلى إقليم التجراي وأيدوا إقليم تجراي، إقليم تجراي هو الذي سينتصر ويعود يحكم ويدخل أديس أبابا والحكم ينتقل إلى التجراي، وهتبدأ المسألة من جديد نفس الصراع الذي كان موجود من قبل. في موقف ثالث، وهو أن المسلمون يقفون على الحياد ولا يشاركون في هذه الحرب، يعني هذه الحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، سواء انتصر فيها الأمهرة انتصر فيها التجراي، فما الفائدة؟ لا شيء. يعني هل إذا انتصرت الأمهرة في هذه الحرب هل المسلمون سيكون من حقهم المشاركة في الانتخابات ويختاروا مثلا حاكم إقليم الأورومو أو كذا؟ لا، كل الانتخابات بتزار في إثيوبيا. فبالتالي أنا أرى أن المسلمين الصواب أن يقفوا على الحياد، بل الصواب أن الجنود المسلمين في الجيش الإثيوبي يسلمون أسلحتهم للتجراي ويتركون الحرب، يعني ما علاقة لهم بها، لأنه إذا فاز أبي أحمد أو انتصر في هذه الحرب سينتقل على إقليم الأورومو، فالوضع جد خطير جدا. وإذا فاز إقليم التجراي هتكون في هذه الحالة أيضا التجراي بعد ما يسيطر على الأمهرة هيبدأ يضرب في الأورومو. فإذا الصح موقف المسلمين الصحي أنه المسلمين يأخذون موقف الحياد، بحيث يحدث توازن بين التجراي والأمهرة، لا ينتصر لا التجراي ولا ينتصر الأمهرة، كل منهم يظل في موقفه. في هذه الحالة إما بيبقى في توازن بين التجراي والأمهرة، هيبقى في هذه الحالة في توازن بين مكونات الدولة، بينما لو غلبت عرق معين هيؤدي ذلك إلى ديكتاتورية أو قمع شديد جدا. ونحن نشاهد الآن كلما قام المسلمون في مظاهرات